اهلا بيكم يا حبايبي. هنعمل النهاردة مع بعض الكوسة بدون لحوم. هنعمل وصفة الكوسة بدون لحوم، هنعملها بطريقة جميلة جدا واقتصادية وحلوة جدا، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا جدا. وطعم الكوسة بتاعنا مختلف وطعمه جميل جدا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. بس قبل ما تشوفوا معايا الطريقة ياريت تعملوا الاشتراك ولايك. هنجيب هنا الطاسة واحط فيها معلقة من الزيت، زيت ذرة او زيت زيتون حسب ما حضراتكم عايزين. هضيف كده وهقلب كويس كمية الجزر دي. هنقلب كده كويس بحيث ان الجزر يتشوح معايا. اول ما يبتدي يتشوح معانا الجزر هنكون محضرين واحدة بصلاية كبيرة مقطعينها قطع متوسطة، وحوالي 4 وحدات من الكوسة برضو مقطعينها بنفس الشكل ده ومجهزينهم على جنب، بحيث ان احنا نشوح كمية الخضار بتاعتنا كلها ورا بعض علشان الوصفة بتاعتنا تتعمل على طول. خرجنا الجزر بعد ما تشوح، وبعدين حطينا الكوسة اللي احنا مقطعينها. هشوح بنفس الطريقة كده، هنشوح الكوسة بنفس الطريقة. اول ما تبتدي تدبل معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هنحاول نقلبها كده ونشوحها كويس بحيث ان كلها تبقى زي بعض. هنخرج كمية الكوسة بتاعتنا ونضيف بقى البصل. ضفت بصلاية كبيرة وهشوحها بنفس الطريقة. اول ما تبتدي تدبل معايا هنضيف عليها التوابل بتاعتنا. اشوح كده البصل بسرعة لاني قبل ما ياخد معانا لون احنا مش محتاجين البصل، مش عايزين البصل ياخد لون. هنضيف عليه ملح وفلفل اسود هقلبه كده تقليبة بسيطة جدا، وبعدين هضيف عليه الجزر اللي احنا شوحناه مع بعض، لان حضراتكم عارفين ان الجزر بياخد تسوية اكتر من الكوسة، فاحنا هنسويه مع البصل هنا حوالي 10 دقايق. اول ما يبتدي يستوي معانا ويطرى بالشكل ده هيكون كده خلاص الجزر بتاعنا جهز والكوسة جهزت كمان. ويلا بينا على الصينية بتاعتنا. هنضيف كده الكوسة في قاع الصينية، هنضيف كمية الكوسة كلها اللي انا شوحتها، وبعدين هضيف عليها الجزر. لو عايزين تقلبوهم مع بعض هيبقوا حلوين جدا، بس انا هسيب كده الجزر على الوش بيدي شكل حلو جدا للصينية بتاعتنا. خلاص كده هنيجي نعمل بقى التشريبة مع بعض، يعني حسب ما بتسموها، تشريبة او تتبيلة. هجيب كوباية من اللبن، هضيف عليها معلقتين من الدقيق، وبعدين هضيف عليهم واحدة بضاية وملح وفلفل اسود ورشة بسيطة كده حوالي ربع معلقة من البابريكا. وهقلب كويس جدا الخليط بتاعنا ده. هنعمل الخليط ده، ده بيدي الصينية طراوة، بيخليها طرية وبيخليها حلوة جدا جدا، وبيخليها شبه يعني حاجات كتير قوي بتتعمل بنفس الطريقة دي بتطلع بالتكنيك ده، بتبقى طرية من جوه وبتبقى الخضار لازق كده في بعضه وبتبقى حلوة جدا. هنحط التشريبة بتاعتنا كلها او الخليط وهنضيفه بقى على صينية الخضار بتاعتنا الجميلة دي، وبعدين هنرش رشة بسيطة خالص من الجبنة الموتزاريلا. ولو مش عايزين تحطوها برضو هي مش محتاجة، هي طعمها جميل من غير حاجة. هنرش الرشة بسيطة جدا، وبعدين هكون مسخنة الفرن. لازم ندخلها على فرن سخن علشان ما تنشفش معانا وتطلع جوسي وجميلة جدا. هندخلها في الرف الأوسط، هتقعد بالظبط 15 دقيقة. 15 دقيقة وبعد كده بقى هنبص عليها. لو احتاجت ان احنا نشغل لها الشواية ممكن نشغل الشواية. انا محتاجتش الشواية، لقيتها كويسة يعني مش محتاجة الشواية، فانا خرجتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا بقت بنفس الشكل ده جميلة جدا ومستوية ومش محتاجة ان انت تشغلي عليها شواية. هي جميلة واستوت وبقت حلوة جدا. هنقطعها كده مع بعض عشان نشوفها من جوه. بصوا ما شاء الله جميلة جدا جدا وطعمها جميل، يعني بناكلها من غير يعني ممكن تاكلي الوجبة دي وجبة كاملة وجميلة وكلها فيتامينات.
وولادك اكيد هيحبوها ان شاء الله، هتعجبهم جدا جدا. يعني كوسة بطريقة بسيطة جدا، بدون لحوم او بدون اي اضافات، بنحطها هي بس الخضار. يعني هي صينية خضار متكاملة حلوة جدا جدا وكلها عناصر غذائية، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصفة سهلة وبسيطة وموفرة واقتصادية جدا. احلى واجمل صينية كوسة ممكن تعمليها، حاجة جميلة وموفرة، وان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم.